مكان في مصر لو دخلته هتخرج بره الكوكب. قالوا إنه بيسكنوا سكان جوف الأرض أو مخلوقات غير أرضية. أهلا بكم في حكاية سرداب أبو رواش. عايزاكم تركزوا معايا في الحلقة دي جدا، لأن هيتقال حاجات لأول مرة. في منطقة أبو رواش في مركز كرداسة في قلب صحراء الدهشور في سرداب محدش عارف له أصله ولا اتعمل ليه. نهايته آخرها بير مية. قالوا إن ممكن المية دي تكون للشرب أو موجودة كوسيلة حماية للمكان، وقالوا إن ممكن يكون ملك شافها فبنى السرداب على أساس المية دي. الحكاية بدأت أصلا في أوائل القرن العشرين لما الناس لاحظت مكان غريب، مدخل ضيق نازل لتحت له سلم حجري قديم ومتآكل كأنه متساب من زمن تاني. أول ما نزلوا لاحظوا حاجة غريبة جدا، الهواء بقى تقيل والنور بيختفي بسرعة وصوتهم بقى فيه صدى صوت كأن في حد بيردد كلامهم. السرداب مش مستقيم، ده متعرج وبيميل فجأة وبينزل وبينقطع كأن اللي بناه كان عايز يتوه أي حد هيدخله. والأغرب إن في ناس قالت إنها سمعت خطوات وراها من غير ما تشوف حد. ومع الوقت بدأت الأقاويل تنتشر، في اللي قال إن السرداب كان ممر سري، وفي اللي قال إن ده كان طريق هروب لكهنة أو ملوك، وفي رواية أخطر إن السرداب كان مكان لحبس أو إخفاء الناس واللي دخلوا ما خرجش. ومع الوقت الغموض كبر والنظريات خرجت بره حدود المنطق. في ناس قالوا إن السرداب أبو رواش مش نفق ولا ممر، لكن بوابة نجمية، بوابة بين عالمنا وعوالم تانية. وبيقولوا إن الزوايا الغريبة دي والالتواءات ما كانتش صدفة، دي مقصودة علشان تموت أي حد هيدخل. وفي رواية أغرب وأغرب إن السرداب مدخل لعالم جوف الأرض، وده لأن في ناس مؤمنة إن تحت القاهرة في شبكة أنفاق أقدم من أي حضارة، وإن في كائنات أو بشر سايبين سطح الأرض وعايشين تحت من آلاف السنين. وأصوات السرداب مش صدى ولا هوا، لكن دي حركة حياة السكان تحت. وفي ناس بتحكي إن كل مرة بيدخلوا جوه السرداب بتحصل حاجة غريبة، خوف مفاجئ وعطل وإحساس إن في حد بيراقبك، كأن للمكان حراس مش عايزين أي حد يوصل للنهاية. وطبعا مفيش ولا دليل على الكلام ده، لكن الحقيقة اللي محدش يقدر ينكرها إنه في باطن أرض مصر أسرار وحكايات لا يصدقها عقل. وبس كده، أنا صفا دهب ودي رحلة صفا، تابعوني.